السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وصحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا بنات عايزة اقول لكم ان دلوقتي حاليا الساعة كام؟ الساعة 10:30 بالليل. انا عايزة اقول لكم طول النهار اليوم عندي النهاردة كان في حاجة غلط، والله يا بنات كانت بجد حاسة ان في حاجة غلط. اولا النهاردة بكرة الصبح يعني ان شاء الله يوسف ابني عنده امتحان، فالنهاردة كان لازم بقى طول النهار يقعد يذاكر ويراجع، وكان عنده يعني صبيح بكرة عنده دين، وكان بقى في ايات ما كانش حافظها وكان لازم يقعد يحفظها واحاديث، واليوم كان طويل. فبصراحة انا كنت مرتبة من اول امبارح ان انا مش هعمل اكل وهنجيب اكل من بره عشان افضل معاه طول النهار اذاكر له وراجع له عشان يبقى رايح الامتحان مذاكر. واتفاجئت طبعا بجوزي بيقول لي انا اجازة بكرة، وطبعا اليوم اللي جوزي بيقعد فيه زي ما انتوا عارفين ان انا بعمل اكل بقى وحلويات وحاجات، لانه بيبقى طول الاسبوع بقى في الشغل وما بياكلش معانا ولا اي حاجة، فده اليوم الوحيد اللي بياكل فيه معانا. فقلت ايه، طبعا كل يوم اجازه بعمل له اكل وكده. اتفاجئت بقى ان هو بيقول لي انا اجازه ومش رايح الشغل. قلت له لا، انا مش هينفع بقى اعمل اكل زي كل اسبوع عشان يوسف عنده امتحان، فاحنا هنجيب اكل من بره. قال لي لا خلاص، في الاول الصبح قال لي خلاص ماشي. فقمت بقى بصراحه الصبح عملنا شاي كده وطلعت الكيكه اللي كنا عاملينها، وقعدنا بقى فطرنا انا وهو والولاد، ويوسف نزل راح المراجعة بتاعته وبعد كده جه، وقعدنا بقى ابتدينا المذاكرة. والله يا بنات بصراحة كتر خيره، يعني ربنا يبارك له. اتفاجئت بيه في المطبخ. بتعمل ايه يا ابو يوسف؟ بعمل حاجة بس ركزي انتي مع الواد. طب بتعمل ايه؟ قول لي اجي اعمل معاك. لا بس انتي ركزي مع الواد. بجد انا ما كنتش عارفة هو بيعمل ايه. اتفاجئت يا بنات والله انه بعد ما خلصنا مراجعة دخلت لقيته الله اكبر عليه مطلع اكل وعامل لنا اكل، محضر لنا كل حاجه لغايه السلطه عملها. طبعا زي ما قلت لكم ان دي اصلا شغلته، يعني هو اصلا شغال شيف فكده كده بيعرف يعمل اكل. لقيته بصراحه عامل لنا بقى صينيه فراخ، وعمل لنا رز بسمتي وبالخضار، وعمل لنا سلطه. بصراحه اليوم كان حلو قوي، والاكل كمان كان طعمه حلو. بصراحه انا ايه، كنتش مصدقه. لقيته بقى بيقول لي احنا هنبعت بقى نجيب اكل من بره وما بيكفيش، وبصراحه فلوس كتير، وهنيجي بالليل برضو نعوز اكل تاني. لا فانا قلت ايه، خلاص كده كده انا قاعد، اقوم اعمل لكم اكل. وكمان هو بقاله كتير ما عمل لناش اكل، لان بصراحه يا بنات ساعات بقعد اغلس عليه كده واقول له اعمل لنا اكل زي ما بتعمل في المطعم. فيعني فين وفين كده، ممكن من العيد للعيد بصراحه لو فكر يقف في المطبخ يعمل لنا حاجه. المهم بقى يا بنات عشان ما اطولش عليكم، عمل لنا الاكل بصراحه وحطينا واتغدينا، وبعدين شلت المواعين وقعدت بقى راجع مع يوسف تاني، وسبت بقى الدنيا بصراحه، ولا دخلت المطبخ ولا اعرف المطبخ شكله ايه، يعني ما اعرفش اي حاجه. وكمان انتوا عارفين ان زين معايا، فشويه بقى بسيب يوسف يحفظ واقعد بزين اغير له اعمل له رضعه. فبصراحه ما كنتش اعرف اي حاجه عن الشقه ولا المطبخ النهارده، لان يا بنات بصراحه لما بيكون يوسف عنده امتحان او مالك حتى، يعني ما يكون الولاد عامه عندهم امتحانات، انا ببقى متوتره. يعني يمكن ببقى متوتره وقلقانه اكتر منهم، كأن انا اللي همتحن. فبصراحه يا بنات النهارده ما كنتش اعرف اي حاجه لا عن الشقه ولا عن المطبخ. المهم بقى بعد ما خلصت مع يوسف وراجع وحفظ وخلاص، قعدت بقى. كانت الساعة كام؟ يعني احنا خلصنا تقريبا كده على الساعة 7:30 8 المغرب كده. وبعدين بقى زين النهاردة برضو كان مقريف وعمال يزن، وكل شوية يعيط، معرفش كان ماله بصراحة، كان عنده مغص تقريبا، وكل شوية يعيط والجو ساقعة. وغيرت له كذا مرة بصراحة النهاردة برضو، يعني عارفة اليوم كان، يعني انا متوترة بسبب امتحان يوسف، وزين كان مقريف والولد برضو ويوسف متوتر. فكان في حاجة غلط في اليوم. وطبعا جوزي زي ما انتوا عارفين وقف في المطبخ عمل الاكل، فبرضه انا كنت متوترة لان انا عارفة نهاية عملان الاكل دي في المطبخ تبقى ايه. عايزة اقول لكم انا بدخل زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، كان في كارثة، مواعين بقى في الحوض والرخامة مرمي عليها حاجات، والدنيا مش نظيفة، والبوتاجاز مش قادرة اقول لكم كأني في بيت عيلة بالظبط، والارض مش نظيفة، وحاجات مدلوقة وحاجات مرمية. بس بصراحة برضو ارجع اقول كتر خيره ان هو بصراحة وقف وعمل. انا بصراحة كنت يعني قلت انا هجيب اكل من بره انا والولاد بحيث ان انا ابقى مركزة مع يوسف، لان زين معايا فمش هبقى فاضية ايه بقى ان انا اشيل زين وكمان اعمل الشقة واعمل المطبخ. فبصراحة يعني هو برضو كتر خيره. بس ده ما يمنعش ان انا لما دخلت المطبخ لقيت كارثة. وبصراحة يا بنات عشان احنا متعودين ان الدنيا عندنا تبقى نظيفة، معرفتش ان انا ادخل انام واسيب الدنيا كده خالص.
فاستنيت بقى لما يوسف دخل نام، وجوزي كمان كان قاعد كده عمل كوبايه شاي وقعد على جنب. رحت بقى مسكت بصراحة الشقة، روقت الدنيا. طبعا الدنيا كانت نظيفة لان احنا مش بنكركب قوي، بس يعني روقت. المخدات كانت مرمية، الفرش بتاع الكنب ما كانش معدول، بتاع الانتريه عدلته كده يعني. قفلت شبابيكي، وبعدين دخلت بقى على المطبخ، فقلت لا لازم بقى اصور لكم المطبخ واصور لكم بقى الكارثة اللي كانت فيه. الدنيا بجد زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كانت وحشة قوي قوي. انا ببقى متوقعه، يعني عايزه اقول لكم انا ببقى متوقعه لما بيدخل المطبخ، انا ببقى عارفه. بس والله كتر خير، والاكل اللي عمله لنا النهارده كان جميل قوي. المهم بقى يا بنات، انا دخلت المطبخ زي ما انتوا شفتوا كده، غسلت المواعين ولمعت الدنيا ولمعت الرخامه. عايزه اقول لكم الرخامه كان مدلوع عليها حاجات كتير قوي، يعني بواقي اكل والتوابل بقى مكان ما كان بيستعملها مرميه ومدلوقه على الرخامه، والدنيا ملزقه. والله الدنيا كانت وحشه قوي. فزي ما انتوا شايفين بقى انا لمعت الرخامه وغسلت المواعين. بص كنت كل ما اروح حته امشي كده ولا كده، يعني اجي الاقي زباله. زي ما انتوا شايفين اهو، علبه مش نظيفه. الازايز ديت ببنات انا بملاهم كده واحطهم على الرخامه. ساعات الميه بتفاجئني وتقطع، ممكن اكون بقى بعمل الاكل وعايزه ازود الاكل ميه. ممكن مثلا اكون مثلا مش ماليه ازايز في التلاجة مثلا، وحد من الولاد عطشان كده، بس انا بحطهم احتياطي كده على الرخامه. يعني ما هي ما صدفتش ان احنا شربنا منهم، بس انا يوم ما نضاف بحطهم كده احتياطي. اقول ربما مثلا نعوز حاجه، مثلا عيل دلق حاجه، كل حاجه وايده ملزقه وعايز يشطف ايده مثلا، مفيش ميه كده. لان انا بصراحه مش من الناس اللي بملى ميه وجرادل لا انا ما بملاش، لان الميه نادرا لما بتقطع، بس ساعات بتفاجئني. يعني ساعات بتفاجئني وتقطع مثلا في اوقات مش هي. فانا مليت بقى زي ما انتوا شايفين اهو الازازتين، ولمعت بقى الحوض. حتى البوتاجاز والله يا بنات عملته كان وحش قوي، بقى عليه بواقي اكل وزيت ورز، حاجات واقعه. بصراحه المنظر كان بشع. انا ما صورتلكوش البوتاجاز لان بصراحه كسلت كل شويه ان انا الستاند بتاع التليفون من هنا لهنا. فانا بقى عملت البوتاجاز والله يا بنات كان برضو وحش قوي. عملته كده وظبطته ونضفته، حسيت لا ان انا انتعشت كده. النظافه برضو يا بنات والله حلو. هنا بقى يا بنات برضو كان يوسف قبل ما ينام يعني كان قال لي يا ماما حطي لي اكل، وحطيت له. وبعدين بعد ما خلصت المطبخ لقيت مالك بيقول لي يا ماما الطبق اللي يوسف كان بياكل فيه كان على السفره، خديه. فزي ما قلت لكم ان انت بتبقي واقفه، طول ما انت واقفه في المطبخ بتعرفيش المواعين بتجيلك منين. انا بحس ان التلاجة هتنطق وانا واقفه تقول لي انا جوايا مواعين خديني. المهم بقى يا بنات انا كده خلاص يعتبر خلصت المطبخ، وسخنت كمان بقية الاكل اللي كان فاضل سخنته، وقلت عشان شوية كده لما ايه يبرد ادخله التلاجة عشان ما يبص. وفضلت بقى يا بنات افكر انا هاكل ايه. بصراحة كنت جعانة قوي، وكنت واقفة عمالة اقول اسخن الاكل واكل، بس الساعة كانت بقت 10:30، 11 الا كمان. وانا بقى لا مش هاكل اكل تقيل بالليل، عايزة اكل حاجة خفيفة. وقعدت افكر، وبعدين قلت خلاص بعد ما اخلص كده اعمل لي كوباية شاي وسندوتش جبنة، واكلهم حاجة خفيفة كده ما تكتمش على المراوح، واخش الاوضه بقى اكلهم جوه وانا قاعده على السرير كده قدام التلفزيون. عايزه اقول لكم كمان النهارده الجو كان ساقع جدا، حتى جوزي كان سقعين. لما وقف في المطبخ ما كانش حاسس بالسقعه، مجرد ما خلص وقعد كل شويه يقول لي انا سقعين انا متلج الشقه ساقعه. فبصراحه برضو يا بنات من الحاجات اللي انا مش عارفه اعمل ايه يعني، الشقه ساقعه جدا. وانا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي بلتكنات للشقه كلها، بلتكنات بتاعت زمان دي، عارفينها البلتكنات ام مناديل تقيله بقى ومعموله على خشب وكده. بس انا بصراحه قلت ايه، بما ان موضتها بقى ايه يعني راحت شويه، فروحت شلتهم. وعندي اوضه كده على السطوح فوق في البيت، يعني اوضه بمفتاح كده، فحطيت فيها كل بلتكناتي بصراحه. فاليومين دول بقى جوزي والولاد بيشتكوا ان الشقه دايما ساقعه، مع ان زي ما انتوا شايفين والله يا بنات انا دايما فرشه، وحتى فرشه الحفظات القطيفه، يعني مش حاطه السجاد كده، انا حاطه في الحفظات القطيفه. وانا برضو يعني عماله اقول يمكن عشان انا حاطه الحفظات من غير ما افرش تحتيها السجاد، لان انا بصراحه لما جيت افرش الشقه ما كانش لسه الشتا دخل. انا فرشه الشقه يا بنات في اخر 10 كده، في اخر اسبوع في شهر 10، فبرضو الدنيا ما كانتش سقعت قوي، فمرضتش احط السجاد، غسلته وشلته. فعماله اقول بقى يا بنات بفكر ارجع احط السجاد وبعدين افرش عليه الحفظات القطيفه تدفي شويه. طب انزل البلتكنات من الاوضه اللي فوق اغسلها كويس،
وارجع اعلقها، مع ان الاخرام اللي كانت مكانها، انا لما شلت البلتكنات يا بنات كنت عملت نقاشة كده للشقة، فقفلت كل الاخرام اللي مكان البلتكنة على اساس بقى ان خلاص دي بقت موضتها مش حلوة. مع ان والله هم حلوين وشيك جدا والله، يعني شكلهم حلو قوي. قلت بقى موضة البلتكنات والحاجات دي خلاص مفيش حد بيحطها، فشلتها وقفلت الاخرام. فعشان برضه انزلهم هحتاج ان انا اخرم تاني، وجوزي بقى من النوع اللي بيقرف بسرعة، اللي هو لا انا مش هشيل واحط والكلام ده. فبصراحة يا بنات مش عارفة، لسه بفكر. فكروا كده معايا وقولوا لي ايه رأيكم. انزل بلتكنات وحتى اجيب حد من اخواتي يعني استغله، واخرم تاني واعلقهم عشان الدنيا تدفي، لاني كمان انا سامعة ان الشتا السنة دي هيبقى جامد قوي. وبرضو الستاير بتاعتي اللي انا معلقاها القطيفة دي حاساها برضو مش هتدفي قوي. وانزل كمان السجاد، افرشه واغسل الحفاظات القطيفة وارجع افرشها فوق السجاد. فمش عارفة. فكروا كده معايا يا بنات وقولوا لي في الكومنتات بتاعتكم اذا كنت ارجع البلتكنات ولا مش هتبقى حلوة، ولا مثلا انا مش عايزة برضو حد يخش عندي ويقول لا دي قديمة، مش مع انه والله هم حلوين. يعني لو لقيت عندي صور للبلتكنات دي قديمة في الشقة يعني، هبقى انزلها لكم كده وتقولوا لي ايه رأيكم اذا كنت انزلها تاني ولا لا. فمش عارفه والله يا بنات، بس فعلا النهارده جوزي صعب عليا قوي، وهو عمال يقول لي الشقه ساقعه انا سقعان، مع اننا كلنا متقلين. يعني انا طلعت الشتوي كلنا متقلين. وبعدين عندي حتت كمان في الشقه السيراميك باين منها، وانا عيالي لا بيرضوا يلبسوا شباشب وهم ماشيين في الشقه، ولا يرضوا يلبسوا الشرابات. فبرضه يا بنات بصراحه مش عارفه، يعني عماله افكر. هيحتاج مني برضو روتين جامد قوي يعني. وبعدين زين كمان زي ما انتوا عارفين بيزن كتير والله يا بنات، مش زي عيالي الاولانيين خالص. على طول عايز نشيله، مش عايز تحطيه كده وينام لوحده، لا. حتى لو نام على رجلي وحبيت ان انا مثلا احطه على الكنبه او على السرير، مجرد ما احطه ويا دوبك اتورب من وراه كده بيصحى ويقعد يعيط. فانا بقى بصراحه مش عارفه، عماله برضه افكر طب لو وافقني ونزل الحاجه. فمش عارفه. عامه هستنى منكم تعليقاتكم في الكومنتات يا بنات، وقولوا لي اعمل ايه، اسيب الدنيا كده ولا افرش واعمل. هستنى برضو رايكم، مش هعمل اي حاجه غير لما تقولوا لي. هنا بقى يا بنات كنت خلاص بقى خلصت كل حاجه، وروقت المطبخ ومسحت الرخامه وغسلت البوتاجاز وكنست الارض. عايزه اقول لكم بالمناسبه كمان جوزي كان موقع سكر على الارض والدنيا كانت وحشه قوي. المهم بقى كنست وخلصت وفرشت المطبخ تاني، وعملت بقى سندوتشين جبنه كده وقطعت قطايه. حتى مالك ابني قال لي يا ماما اعملي لي معاكي، وعملت كوبايه شاي. وقلت خلاص كده بقى ايه اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واخد بقى السندوتشات وكوبايه الشاي وادخل على السرير كده تحت البطانيه، واحط الصينيه جنبي على الكومودين واشغل التلفزيون على مسلسل انا بحبه، عبد الغفور يا بنات على فكره بيجي الساعه 12 بحب اتفرج عليه. بس يا بنات وده كان روتين النهارده، وتصبحوا على خير، وقابلكم ان شاء الله.